في قلب قرية كفر السور الصغيرة اللي على طرف الفيوم، والقمح فيها عامل زي بحر الدهب وبتشقها ترع ومصارف قديمة. في حكاية بتتوارثها الأجيال عن السور، ومش أي سور، ده حتة من حيطة أثرية بتطل على أقدم بيوت في البلد، والناس بتقول إن أرواح شريرة ساكنة من أيام الفراعنة هناك. أطفال القرية بيحذروا بعض ما يقربوش منه بعد المغرب، والكبار بيتجنبوا إنهم حتى يبصوا له. طارق شاب من القاهرة، رسام شاطر بس دماغه غريبة شوية، على طول بيدور على فكرة أو إلهام في الأماكن اللي محدش يعرفها واللي فيها قصص غامضة. سمع عن كفر السور وعن السور الأثري، فقرر يقضي كام يوم هناك، طمعان في إنه يرسم لوحات تطلع الغموض اللي سمعه ده. أجر أوضة في أقدم بيت في القرية، بيت باصص على السور الأثري ده على طول. أول ليلة طارق حس بقلق رهيب، معرفش ينام خالص. كان بيسمع أصوات خفيفة جاية من ناحية السور، أنين شبه واحدة بتنوح، ومعاها خبط خفيف متواصل كأنه واحد بيخبط على حجر من بعيد. في الأول افتكر إنه هوا أو حيوانات، بس الأصوات كانت منتظمة ومتقطعة كأنها رسالة. طارق بدأ يرسم السور بالنهار ويحاول يسجل الأصوات بالليل. كان بيحط الكاميرات بتاعته ومايكاته ناحية السور. بالنهار السور كان بيبان مجرد شوية حجارة قديمة، بس بالليل كان بيتغير، كان بيبان كأن في خيالات غريبة بتتحرك على وشه، وكأن في وشوش بتظهر وتختفي بين الحجارة. في الليلة التالتة وهو بيرسم حس بإيد ساقعة لمست كتفه. لف بسرعة ملقاش حد، بس شاف على كراسة الرسم بتاعته جنب اللوحة اللي لسه ما كملهاش رسمة جديدة ما رسمهاش، وهي وش ست عجوزة ملامحها حادة، عينيها واسعة ومخيفة، ودموعها نازلة زي الحجر من خدودها كأنها بتعيط من آلاف السنين. تحت الرسمة كان مكتوب كلام باللغة المصرية القديمة. طارق ما فهمش منه حاجة. الرعب دخل قلب طارق، حاول يشغل التسجيلات الصوتية بتاعت الليلة دي. سمع صوت النواح بيعلى شوية بشوية، وأصوات الخبطات الحجرية بتزيد قوة، وبعدين وسط الأصوات دي كلها سمع صوت تاني ما سجلوش، وهو صوت همسة عميق بصوت ست باين عليها إنها بتقول تعويذة قديمة. لما طارق ورى التسجيل لواحد من كبار السن في القرية، وش الراجل اتغير، همس وقال: دي النواحة، روح الست اللي ماتت والسور بيتبني، بتنادي على الروح اللي قرب من مكانها. في الليلة الرابعة نواح السور زاد قوي، ما بقاش مجرد أصوات خفيفة، لا ده بقى صريخ مكتوم مالي الجو. طارق بدأ يحس بإرهاق شديد، كأن في قوة خفية بتسحب روحه. لقى نفسه بيرسم من غير ما يحس. كل اللوحات الجديدة بتاعته كان بيظهر عليها نفس وش الست الحجرية، بس المرة دي كانت عينيها بتتابعه في كل حركة بيعملها. وفي عز الليل البيت كله اتهز جامد، وتراب كان عمال ينزل من السقف. طارق جري على الشباك اللي باصص على السور، شاف حاجة ما صدقهاش عقله. السور نفسه كان بينزل، أيوه بينزل سائل أحمر غامق شبه الدم، كان بيتسرب من بين الحجارة بتاعته وبينزل بالراحة على الأرض. وفي اللحظة دي ظهرت صورة الست فوق السور، بتمد إيدها ناحية طارق وبتصرخ. طارق ما قدرش يقاوم، وقوة خفية سحبته ناحية الشباك. آخر حاجة شافها أهل القرية قبل ما يتقطع عن طارق الاتصال خالص كان لايف على حسابه، باين فيه طارق وهو بيبص في السور، وبعدين عينه بتتسع من الرعب، بعدها صرخة مكتومة. قبل ما الكاميرا تتقلب وتظهر صورة السور، وكأنه بيبص مباشرة للمشاهدين. الصبح أهل القرية لقوا بيت طارق فاضي ملوش أي أثر، لا هو ولا حاجته، بس على الحيطة كانت في لوحة واحدة كبيرة ما رسمهاش طارق قبل كده. لوحة مبينة وش الست الحجرية وعينيها بتنزف دم، وعلى وشها ابتسامة شريرة كأنها استبدلت روح بروح تانية. ودلوقتي كل ما حد يعدي جنب السور بالليل بيسمع نواح خفيف مخلوط بصوت غريب شبه صوت ريشة بترسم على ورقة. يا ترى طارق عايش ولا ميت؟ ويا ترى هو موجود في أنهي عالم؟ وإيه القوى الخفية اللي سحبته وخدته معاها؟ وهل النواحة اتضايقت من اللي طارق عمله مثلا وإنه قرب من مكانها ورسمه وصوره كمان وسجل فيه؟ فده كان رد فعلها على الكلام ده كنوع من أنواع العقاب ليه.